هو مشروب كده جميل جدا، بيتشرب بارد، والصغيرين والكبار بيعشقوه. في مناطق يعرفوا عنها ويسمعوا عنها، في مناطق ما يعرفوش. احنا النهاردة قررنا نعملها عشان نسهل على المناطق كلها يعرفوا يعملوها ازاي. معايا المكونات، هي كانت كوباية سكر وكوباية دقيق. نظرا بقى لطلبات الجماهير قررت اني اضاعف الكمية واعمل كوبايتين من السكر وكوبايتين من الدقيق. معايا 8 كوبايات مية، ممكن نخلي 4 مية و4 لبن لو انتوا حابين. وبضيف كده الدقيق والسكر. معايا نص كوباية جوز هند بودر، انا طحناه ناعم جدا. لو مش موجود جوز هند خلاص ممكن نستغنى عنه. وهقلب كويس جدا الاول مع بعضه على البارد علشان ما يكونش فيه كلكعة ولا اي حاجة خالص. انا عايزاه يكون خليط ناعم متجانس مع بعض. تمام جدا. ارفعه بقى على النار واقلب فيه بالمضرب اليدوي الجميل ده علشان ما يكلكعش مني، ما سيبهوش خالص. معايا بقى نص كوباية مية وباكت من الخميرة الفورية، وعليهم معلقة من السكر، واقلبهم كويس مع بعض. واسيبهم بقى على جنب لغاية ما اخلص خالص واحتاج لهم. دلوقتي لسه الخليط على النار بقلب فيه وعايزاه يستوي كويس على النار من غير اي كلكعة خالص. انا عايزة كمان الدقيق يستوي على النار وكله يمتزج كده مع بعضه. زي ما قلنا ممكن كمان نعمل لبن مع مية، مش مية بس هي الطريقة الأصلية ليها من غير لبن. تمام. عايزاه يستوي كويس. أول ما يغلي كده أقلبه تقلبتين وبعد كده أرفعه من على النار، وده بيكون الشكل والقوام. لو حابينها تكون أخف تكون كوباية ونص دقيق بس. دلوقتي بقى أنا سبتها تبرد خالص الأول، يعني درجة حرارة العين، وبعد كده بضيف لها الخميرة وهقلبه كويس جدا مع الخميرة، وهسيبها كده قيمة نص ساعة لما الخميرة بقى تشوف شغلها. بعد كده بضيف لها الفانيليا، باكت فانيليا، واقلبهم كويس كده مع بعض. وزي ما قلنا هنسيبها نص ساعة ترتاح علشان الخميرة. دلوقتي بعد ما ارتاحت هنزل فيها كده بالمضرب او في الخلاط عادي جدا. هي بطبيعتها بتكون كلها بابلز كده وبتكون جميلة جدا. انا بساعدها تكون اخف بالمضرب الكهربائي او بالخلاط. وممكن في الخلاط عادي جدا. كده تمام خالص. خلصنا. بنحطها بقى في الكاسات بتاعتنا او في الكوبايات، اي حاجة تعجبنا. وده القوام بتاعها بيكون جميل جدا، وبعد كده كمان بتتقل. بنسيبها طبعا في التلاجة، لازم نسيبها شوية في التلاجة، هو مشروب بارد. وده بيكون شكله. طبعا هنحطها في الكوبايات او في الكاسات بتاعتنا وهنحطها في التلاجة، وبعد كده بنقدمها. شكلها جميل جدا. نزينها بقى بمكسرات، بجوز الهند، بالشوكولاتة المبشورة، براحتنا خالص. اي حاجة متوفرة عندنا ممكن تنفع. ونخلي بالنا نحط في الكوبايات على قد العدد الموجود اللي احنا عايزين نقدمه بالظبط، والباقي طبعا بنحطه في
في اي وقت تاني يعجبنا بنخرجها ونقدمها. تمام كده. هي دي البوظة المصرية، اقل الامكانيات ومكونات بسيطة جدا جدا موجودة عندنا في البيت. هنعمل حاجة جميلة جدا كله بيحبها وبيعشقها. يلا فاجئيهم بسرعة واعمل لهم الحاجة الجميلة اللي هم بيحبوها، البوظة المصرية. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم جدا، نورتوني والسلام عليكم.